السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل شوية تطويرات بقى في البرنامج دوت، وهي حسابات الموردين الفواتير. كان حد قال لي إن إحنا عايزين هنا نعمل بس الأول فاتورة. الفاتورة الأولى مورد شركة الحمد. جايب حاجات مفيش ملوش رصيد، ماشي حفظ عشان نعمل إغلاق شركة الحمد. هنا جايب كولوريكس، الوحدة بتاعته عدد. هنا اللتر كولوريكس بس. هذا الكولوريكس سعر الوحدة بتاعته 8 جنيه، الكمية 10، وصنف كمان معاه آخر، وهي عبارة عن حفاضات عدد أو باكت، الكلام ده حفاضات. سعر الوحدة بتاعها حوالي 150 5. هو دلوقتي كده آجل يعني ما دفعناه، المورد ما دفعش أو أنا ما دفعتلوش، حفظ. عملت له مخطط دفع. طبعا هنعمل السعر ده أول مرة، ادي 9 وادي 160، ماشي. مخطط الدفع بتاعته اهي في المكان دوت، اللي هو مستند دفعات المورد شركة الحمد. مخطط الدفع انه يخش على المبلغ ده، ونحدد الايه الفاتورة، ونيجي نكتب هنا ان الدفعة تدفع مرة واحدة 830 جنيه بس، مش دلوقتي، لحين الصرف. طب دلوقتي فين الفاتورة؟ عايزين نجيبها. الفاتورة اهي، الفواتير السابقة، اخد المتابعة، هي الفاتورة، هي الفاتورة. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف الفاتورة دي بتظهر، الفورم ده بيظهر على حسابات اللي هو فورم 299 ده، هو اللي بيظهر معانا في حسابات المورد. هنشوف في حسابات المورد. شكلها ايوه، شكلها كده ايوه. لا لا مش هي، يبقى هنا مختلفة عن التانية اللي هو بالنسبة للفورم الخارجي، طبعا بسبب الطباعة. ما هي الحل؟ هنعمل هنا زرار يقول الزرار ده، هنعمل هنا زرار، يا اما نعمل زرار يا اما نعمل الناتج على طول. حسابات هذه الفاتورة من حيث الدفع والمتبقي. حسابات الفاتورة من حيث الدفع، أو نكتب مستحقات الفاتورة. مش عارف بقى مش عارف الصيغة بالظبط، بس خليه كده ايه، حسابات دلوقتي لحد ما نشوف لها ايه كلمة أفضل. حسابات الفاتورة من حيث الدفع، يعني أنا دفعت قد ايه من هذه الفاتورة. دي نقطة. النقطة التانية، وطلبت مني الصراحة، وهي مبيعات هذه الفاتورة. مبيعات هذه الفاتورة دي نقطتين مهمين جدا. ما هي المبيعات لهذه الفاتورة، وما هي الحسابات الفاتورة من حيث الدفع؟ الاتنين مختلفين في الايه، في الحتة دي، عشان دي مهمة قوي. أول حاجة هنعمل هنا خانتين علامة اليد، وهنا هنلم تلوينة بسيطة كده، وهنبدأ أول حاجة. طبعا الموضوع ده من عند حسابات المورد اللي هو شركة الحمد.
هي دي. أول حاجة هنشتغل في مبيعات هذه الفاتورة. مبيعات هذه الفاتورة يعني قد إيه اتباع من هذه الفاتورة. طب نعرفها منين؟ نعرفها إزاي؟ وإمتى؟ والكلام ده. ف عن خلال المبيعات هنقدر نتحقق على هذا الموضوع. من خلال المبيعات هنقدر نتحقق على هذا الموضوع. هنا فاتورة المشتريات عايزين نعرف فين هنا مربط الفاصل علشان نقدر نمسكها ونقدر نعرف ده الفاتورة دي بالذات اتباعت منها كام قطعة، اتباعت منها كام قطعة. حتة البيع معروفة، لو أنا بعت بيظهر في تخصيب الرصيد هنا عندي في المخزن باعت كام. لا أنا عايز بقى بالفاتورة هنا اتباعت كام قطعة. هتشوف احنا هنا فاتورة هنا الفاتورة السابقة، أو هخش هنا عند الحسابات المورد. هذا التقريب بيجي منين؟ هذا التقريب بيجي منين؟ من ريبورت رقم 2. هنشوف بقى ريبورت رقم 2. تعالى يا ريبورت رقم 2. هنعرف انت الداتا بتاعتك جايبها من تيبل 5 مباشرة ولا ايه الدنيا؟ هنعرف دلوقتي هو جاي من تيبل اسمه تيبل 7. تيبل 7 مباشرة. تيبل 7. تيبل 7 ده تيبل خاص بالفواتير المشتريات. في خاص بالمشتريات. لا احنا عايزينها بقى من تيبل 5. التيبل 5 ده تيبل 5 دوت هو أهم الجدول. هنا ال MCH ده يعني خاصة بالمشتريات. تعالى نشوف هنا. هنا رقم الفاتورة، وهنا الوحدة، وهنا اسم الصرف، وهنا الوحدة، وهنا الأسعار. هنيجي هنا بقى عند رقم التشغيل. هل في ده RT1 RT1. تعالى التأكيد تمام. هنعمل بس ايه واحدة كمان بالشراء عشان نقدر نمسك الموضوع دوت. هنعمل طبعا الشراء تاني مش مشكلة. الشركة اتحجبت برضو بصنف جديد خالص اسمه شنطة. مش شنطة، لا شنطة. ماشي. عدد هنعمل اهو حفظ شنطة سعر واحد 5 جنيه ونبني ايه 100. اجي دلوقتي ماشي رقم 2. اجي دلوقتي وابني حفظ. بص بقى يا سيدي، هنعمل التسعير بتاعه 6. خلاص يابا. احنا عايزين نبيع شنطة. سيبك بقى من حتة اللي التكسير دلوقتي. احنا عايزين نبيع شنطة واحدة. نعمل هنا صرف مبيعات كاش. حدد جمهور أي حد دلوقتي، بس نبيع شنطة واحدة. الشنطة دي تمام اتباعت بدون دفع. دي مش قصة المورد اللي هو حتة المورد عاملين دفع أو مينفعش، بس أهم حاجة اتباعت. المورد ملوش دعوة في الموضوع ده. هنيجي هنا في مبيعات الكاش. هنا مبيعات الكاش والجزء ده كله ده توريد رقم 1، وده توريد رقم 2، وده مبيعات واحدة. أولا هو خد لي رقم 1. هنا هنشوف RT رقم الحركة بتساوي 2، لكن رقم الحركة ROF مبيعات رقم الحركة فاتورة 1. هو هنا جاب لي RT بتساوي 2، يعني من أمر التوريد رقم 2. لو احنا عملنا هنا بيع 1 بيع مبيعات كاش، بس الصنف من التوريد قبليه الحفاضات دي واحدة
وصرف شنطة مرة أخرى واحدة. تعالى بقى نشوف ايه اللي يحصل، هو ده هيكون مربط لهذا الموضوع. هنا هنيجي تيبل 5، ادي الشنطة والحفاضات. تعالى كده نمسكهم واحدة واحدة. الار تي بيقول لك يا سيدي انت بعت حفاضات اللي يعتبر بالأمر توريد رقم 1، وبعت شنطة بالأمر توريد رقم 2. يبقى هو ده بربط الموضوع. الار تي هو ده اللي هنشتغل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، ازاي نربط ونعرف الفاتورة دي اتباعت بمبلغ كام، مبلغ كام بالظبط اتباع، والمورد اخذ مستحقاته من هذه الفاتورة كام. عشان دي مطلوبة مني ضروري، لأن في ناس يعني عايز أقول لك بينزلوا بضاعة حسب الاتفاق ما بين الراجل اللي ينزل البضاعة للمحل أو للمتجر. صاحب المتجر بيقول له أنا مش هديك فلوس إلا ما يحصل ميعاد، لأن ممكن الصرف ده جديد عندي وأنا معرفش ظروفه إيه والكلام ده. فالبائع أحيانا بيوافق والبائع أحيانا ما بيوافقش، قال لي طب اديني دفعة مش دفعة، قال لك فالتاجر يقول لك لا معلش أنا متأسف، أنا ما أقدرش أديك أي حاجة إلا بشوف بعد شهرين أصنافك دي اتباعت أو في حد اشتكى منها أو في حد مش عارف إيه، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا ده لغة التجار وأنت فاهم القصة كلها. فالحتة دي كانتش موجودة عندي الصراحة في البرنامج ده، فاحنا بنضيفها دلوقتي في خلال عن طريق الار تي ده هيتعمل ازاي. ارجع بقى للفيديوهات القديمه واعرف هيتعمل ازاي. ان شاء الله في الحلقه الجايه هيكون بربط هذا الموضوع اللي هو ايه، نظام الار تي دي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.